اتكلمنا في سلسلة سابقة عن البراند الشخصي وازاي كل واحد فينا ممكن يبقى براند قوي وناجح. هنشوف أمثلة على ده زي النجم محمد رمضان. البراند مش مجرد اسم أو شعار، البراند هو شخصيتك، قيمك، وازاي الناس بتشوفك. إنك تكون براند يعني إنك بتقدم نفسك للعالم بطريقة تميزك عن غيرك. محمد رمضان هو واحد من أفضل الأمثلة على البراند الشخصي القوي. زي ما هو قال عن نفسه: أنا شركة كبيرة. استخدامه للأغاني زي نمبر 1 كانت خطوة ذكية عشان يربط اسمه دايما بالتميز والريادة. بغض النظر عن رأينا، هو قدر يخلق هوية واضحة ليه. نصيحتي عشان تكون براند شخصي: حدد ايه هي نقاط قوتك وخليها دايما محور تركيزك. خليك دايما على طبيعتك، لأن التميز بيجي من شخصيتك الحقيقية. حافظ على الاستمرارية، إنك تكون دايما متمسك برؤيتك بيبني الثقة فيك. في النهاية فكر في نفسك كبراند. إيه الرسالة اللي عايز توصلها للناس، وإزاي تسيب انطباع قوي. كل واحد فينا عنده فرصة يكون نمبر 1 بطريقته الخاصة. وعلشان تستفيد وتطور البيزنس بتاعك، ما تنساش الفولو واللايك.